الفيديو ده بصوره لرزق في ألمانيا اللي بيعمل دلوقتي دايت وقرر ان هو يبقى فيجن وما ياكلش لحمة. فسامحني يا صاحبي، انا كنت في مصر دلوقتي وانا اللي بوظتها وخربت الدنيا، فحقك عليا ما تزعلش مني يا اخي. والله العظيم انت عندك حق وحقك عليا. الواحد مننا بينزل اجازه مصر قبل ما ينزل بيقول لك بقى ايه، انا مش عايز ابوظ الدايت، مش عايز ارجع زايد في الوزن قوي. ومع اول طبق محشي ولا مكرونه بشاميل اللي بيتحط قدامه لا بيفكر في دايت ولا بيفكر ان هو هيزيد في الوزن، بيفكر ان هو ياكل وينبسط ولما يرجع يبقى ربنا يحلها. فانا راجع من مصر انا خارب الدنيا في مصر وكلت على قد ما اقدر، وراجع زايد 4 كيلو، لسه وازن من كام دقيقه كده لقيت 4 كيلو زايدين. فقررت خلال الفتره الجايه احاول على قد ما اقدر ان انا اظبط اكلي، ان انا اقل في الوزن لان كده ما ينفعش. وقررت ان انا اغير النظام الغذائي بتاعي كله واجرب لمده اسبوع نظام الفيجن. يا ترى بقى ايه الموضوع هيفرق معانا ولا لا؟ هما بيقول لك عشان الموضوع فعلا يفرق معاك لازم تقعد 21 يوم. احنا هنقعد اسبوع كامل مش هناكل اي حاجه ليها علاقه باي منتج حيواني، ونشوف هل الموضوع هيفرق معانا ولا لا. هل الموضوع فعلا هنتحسن نفسيا، هنقل في الوزن شويه، النوم هيتحسن زي ما هما بيقولوا ولا لا. اهم حاجه دلوقتي عشان نعمل التجربه دي لازم ننزل سوا دلوقتي، نروح السوبر ماركت. النهارده السبت وبكره السوبر ماركت هيبقى قافل، لازم ننزل بقى دلوقتي سوا نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها في خلال الاسبوع الجاي. زي ما قلنا مش هنشتري اي حاجه لها علاقه باي منتج حيواني، وزي ما قلت احنا لازم نشوف هل الموضوع بقى هيفرق زي ما هم بيقولوا ولا لا. فلازم نعرف كل حاجه مع بعض الاول من اول يوم لاخر يوم. يعني النهارده يوم 15/7 اللي هو النهارده يوم سبت، نخلص التجربه يوم السبت اللي بعديه، يعني نخلص يوم 22. يوم 22 احنا تجربتنا هتخلص. يلا اجهز بقى معايا كده وانزل بقى معايا نشتري الحاجات من السوبر ماركت. احنا يعني الحمد لله احنا في المانيا عندك ثلاجات كامله لاكل الفيجن، فاحنا مش هنتوه قوي ومش هندور قوي، هنروح بس لحد الثلاجات نشوف الحاجات اللي هم بيجيبوها. طبعا احنا لازم اول ما نبدا التجربه لازم نعرف اصلا وزننا قد ايه. يعني احنا هنوزن مره اول ما بنبدا التجربه اللي هو النهارده، ومره بعد نهايه التجربه قبل ما اول ما نقرر احنا خلاص ده اخر يوم وده اخر اكل فيجن، نوزن مره عشان نعرف الموضوع هيفرق معانا في الوزن فعلا ولا لا. فتعالوا بقى ايه نوزن دلوقتي ونشوف وزننا قد ايه قبل ما نبدا كده ايه التجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف الدنيا بس عامله ازاي، ربنا يستر. 44 85 ما تثبت بقى 44 85 تمام كده. فتمام كده احنا خلاص وزننا وعرفنا احنا 44 85 كيلو. ننزل بقى دلوقتي السوبر ماركت نشتري الحاجات بتاعتنا ونبدا بقى نرجع كده نعمل فطارنا الجميل. وصلت خلاص السوبر ماركت اللي ورايا ده اللي هو ريفا. عايز اقول لكم درجه الحراره دلوقتي في برلين نفس درجه الحراره في الرياض. يعني تخيل يجي اليوم اللي فيه درجه الحراره في المانيا نفس درجه الحراره في السعوديه. تعالوا بقى دلوقتي نخش السوبر ماركت نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها. يلا بينا. هنعتمد على الخضار والفاكهه واديها ما بقى اديها بقى يعني اديها خضار وفاكهه، يمكن الموضوع يمشي ونعرف نظبط الدنيا. فاجيب بقى خضار وفاكهه على قد ما اقدر، دمت اللي هينفعوا معانا. وتعالوا بقى نشتري كام حاجه كده الاول. يعني انا شايف دلوقتي قبل ما نخش على ثلاجه الفيجن نجيب لنا كام حاجه خضار وفاكهه ونكمل بقى. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. بص بقى يا معلم، التلاجة اللي ورايا دي والتلاجة التانية دي كل منتجات الفيجن هتلاقيها هنا. عندك تلاجات منفصلة لحاجة الفيجن. عندك بقى كل حاجة، وجبات جاهزة، عندك جبنة، عندك كل حاجة تتخيلها. انت مثلا هنا هتلاقي لحمة، هتلاقي برجر فيجن، كل حاجة جبن، كل حاجة موجودة هنا هتلاقيها في التلاجتين دول. زي ما قلت لك بقى كل الكلام ده فيجن. يعني انت تاخد كده بص علامة الفيجن عليه. عندك مثلا برضو فيجن لحمة اهي العلامة بتاعتها اهي فيجن. بس طبعا بص بقى يا معلم، بص الكمية قليلة ازاي. عندك اهو 250 جرام ب 3 يورو 29 سنت. دي لحمة برضو. عندك بقى ايه برجر فيجن نفس الكلام كله، ده فيجن برضو. بانيه فيجن، كل الكلام ده فيجن. هنا برضو نفس الكلام فيجن اهي ماشي. ده لايك تشيكن زي الفراخ، بص عامل فاهيتا متقطعه فيجن اهي. فاحنا بقى ايه نختار لنا كام حاجه كده. طبعا اللحمه دي جربتها مره، مش عايز اقول لكم اسوأ مما انتم متخيلين، بس انا ممكن الحاجات التانية دي نجربها عادي. يعني احنا ممكن اول حاجه نجيب لنا دي مثلا، نجيب لنا واحده زي دي ماشي. نجيب لنا مثلا البانيه ده، انا حاسه هيبقى حلو
يعني حاسه ده هيبقى حلو، فنجيبه معانا برضو. اللحمه مش حاسسها بصراحه، يعني احنا ممكن نجيب لنا برضو ايه، عندك بص حتى السجق، حتى بص سجق فيجن، ماشي ده فيجن يعني مش لحمه خالص، ده نجيبه برضو. لايك تشيكن ده عايز اجربه، فاهيتا زي الفراخ نجربها برضو. بص يا معلم، من الصويا او الصويا بروتين، من الصويا يا معلم. طبعا الاهم الجبنه، لازم نجيب جبنه فيجن، ما ينفعش ننساها. طبعا اللي ورايا ده كله انا وريته لكم قبل كده، دي منتجات الالبان كلها، بكل انواع الالبان اللي تتخيلها في حياتك موجوده هنا. كل حاجه بقى انت عايز لاكتوز فري هتلاقي، عايز لفيجن هتلاقي بقى، بالخميره بالمندل بالصويا، هتلاقي كل انواع الالبان موجوده هنا. اي حاجه انت عايزها موجوده، مهما تتخيل من انواع البان موجوده في العالم موجوده، بطعم من غير طعم، هتلاقي حاجه هنا تناسبك وتشتريها. تعالى بقى ايه نجيب لنا. جربت الصويا قبل كده وجربت اللوز قبل كده وجربت الخمير، احسن حاجه ظبطت معايا الصويا بصراحه. فتعالوا بقى ايه نجيب لبن كده ونروح بقى ايه نشتري شويه خضار مجمد. نجيب بروكلي كيسه كبيره مجمده. انا بالنسبه لي خلاص اشتريت الحاجات اللي انا عايزها. طبعا الحاجات دي مش هتكفينا اسبوع كامل، يعني احنا هنيجي تاني بس عشان الشيله ما تبقاش تقيله. فتعالوا بقى دلوقتي نطلع نحاسب ونطلع فوق اوريكم ايه الحاجات اللي احنا جبناها. يلا بينا. مش انا عارف ان انا نازل سوبر ماركت وعارف ان انا هشيل حاجات كتير، بس لازم امارس هوايه كل مغترب. عمري ما باخد كيسه معايا، وطبعا ماشي شايل بتاع 4 أو 3 حاجات على ايدي عشان طبعا معيش كيسه والشنطه مليانه على اخرها. فلازم نمارس هوايتنا، الهوايه المفضله عند اي مغترب. اوعى تتخيل ان الحاجات دي يعتبر كتيره، لان انا متخيل ان احنا هننزل نزله تانية. وطبعا الحاجات دي احنا دفعنا عليها رقم محترم، دفعنا بالظبط 36 يورو و61 سنت. واعتقد يعني من كميه الحاجات دي ان السعر ده عالي، وفي تجاره الفيجن نفس تجاره الحلال في اوروبا الحاجه اسعارها غاليه عشان انت محتاج حاجه سبيشال شويه. فطبعا سعر طبعا اللحمه هنا اغلى من اللحمه العاديه، وبالنسبه لك انت بتشتري حاجه فيجن فطبعا دي هتبقى سعرها اغلى. تعالوا بقى اوريكم ايه الحاجات اللي احنا اشتريناها. تعال عندك الاول نبدا باللبن. جبنا مثلا نوعين لبن والاتنين بالصويا، اللبن وقع، الاتنين بالصويا. جبنا ده. جبنا بقى ايه شويه فاكهه، جبنا 3 كيوي، جبنا بتاعه مش حلوه كده محترمه، جبنا واحده افوكادو لان طبعا بيبوظ معايا بسرعه، جبنا كيسه بروكلي محترمه، جبنا مشروم، جبنا موتزاريلا فيجن برضو. دي يعتبر الخضار والفاكهه. تعالوا بقى نبدا بالحاجات المهمه اللي انا بصراحه متحمس ليها. جبنه زي فكره اللي بجبنه اللي هي الجبنه العاديه خالص بتاعتنا اللي هي زي الجبنه الرومي كده، طبعا اتمنى يبقى طعمها حلو. جبنه مارتديلا او لانشون او اي حاجه من الحاجات دي بالبابريكا فيجن برضو، مكتوب هي اهي فيجن اهي زي ما وريتكم تحت. جبنه بقى ده برضو انا مبسوط بيه وحاسس ان هو هيبقى حلو، فيليه فراخ اللي هو عادي زي البانيه، طبعا حته ليمونه كده عليها من فوق شويه زيت تبقى رايقه معانا خالص. جبنا بقى ده انا مش عارف مش حاسه خالص. جبنا لايك تشيكن فيليت، نفس فكره الفيليت اللي هو صدور الفراخ العاديه، شكلها من جوه مش الطف حاجه. هنشوف ده كله مع بعض برضو، يعني الشكل نوعا ما قريب بس طبعا يعني مش عارف، حاسس انها مزيته شويه. جبنا برضو اللي هو السوسيس او السجق او اي حاجه معمول من الذره، تمام. فمش متفائل بيه بصراحه، دي انا متفائل بيها شويه. مكتوب عليها لايك برضو نفس فكره الفراخ وواو شماك اللي هو طعمها حلو، دي شماك اللي هو طعمها حلو يعني جايه من صويا. وجبنا كمان الاهم والاجمد، ده انا جربته كذا مره يعني، البرجر الفيجن. بيتعمل في المحلات حلو جدا وممكن ما تفرقش لو فاكرين الفيديو اللي عملناه قبل كده، بس يا ترى انا هعرف اعمله ولا لا؟ هنحاول طبعا فيها. طبعا في حاجات تانية هنحتاج نشتريها يعني في نص الاسبوع ولا كده، فنشوف بقى الدنيا ساعتها. تعالوا بقى نعمل دلوقتي، نقوم نعمل اول فطار فيجن لينا
ونشوف الطعم عامل ازاي ونهتم كده بالدنيا. بصراحه انا مش هعمل وصفات فيجن، انا هحاول على قد ما اقدر نعمل نفس الوصفات اللي احنا بنعملها الطبيعيه، بس استخدم الحاجات اللي هي الفيجن. مش هدور بقى على وصفات للفيجن، وصفه مش عارف ايه بفيجن، لا انا هعمل نفس الوصفات العاديه بتاعتي بس بالحاجات اللي معايا دي. فيلا بينا. وبصراحه بقى الفطار بتاعنا النهارده هيبقى بسيط. هنعمل سلطه مكسيكي بالافوكادو اللي هي اسمها جواكامولي. السلطه دي انا عرفتها كده صدفه من واحد صاحبي، وبصراحه حبيتها جدا ومش تاخد منك وقت لو انت عايز تاكل حاجه سريعه او تفطر حاجه سريعه، ومش هتحتاج ان انت اصلا تعمل حاجات. هي بصلايه، ليمونايه، شويه شيري توميتو او طماطم عاديه، واحده افوكادو، وشويه خل، على شويه ملح، ولو انت عايز تحط شويه مثلا ايه فلفل صغيرين. انت كده كلت وصباح الفل. في ناس بتحط توم وفي ناس ما بتحطش توم. لو مش عايز تحط التوم عشان احنا خارجين مثلا، فاحنا مش محتاجين نحط. نعمل البتاع بسرعه، نقطع الافوكادو ونقطع البصل وكده احنا يا معلم كلنا وخلاص الفطار بتاعنا خلص. ننزل عليها بقى ايه بالليمون، ماشي، وبعد كده رشه ملح، واحنا كده كده خلصنا وكلنا. وبس كده يا معلم بقى ايه سلطه الجواكامولي بتاعنا جاهزه معانا. تعالى بقى ايه ندوق. بص في ثانيه الا ثانيه خلصت فطارك وتاكل وتنزل وحياتك حلوه وما ياخدش منك وقت خالص. يعني بجد ما عملتهاش في بتاع 10 دقايق. طبعا بتتاكل المفروض معاها ناتشوز بقى ولا دوريتوس بقى ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس انا هاكلها كده وانا ما باكلش عيش اصلا بقى لي فتره، الا اذا بقى يعني ايه حدث قوي يعني. فتعالوا بقى ايه نسمي الله كده وندوق وناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. بص في الرايق في الرايق، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كبيره قوي، مش محتاجين اكتر من كده. هخلص فطاري وننزل بقى بسرعه عشان احنا مستعجلين. نزلت من البيت بسرعه لان لازم نلحق اصحابنا على البحيره، بما ان درجه الحراره النهارده عاليه فدي محتاجه بحيره. وعايز اقول لكم ان انا حتى اجازه مصر اللي فاتت ما عرفتش انزل البحر لان الميه ما كانش لسه دافيه وكان لسه الصيف ما دخلش قوي. فدي فرصه بقى ان احنا بما ان النهارده اجازه ان احنا نروح نقعد على البحيره شويه، لان بصراحه مفتقد الميه والواحد ينزل بحر ولا بحيره. طبعا المانيا اغلبها بحيرات وبرلين كذلك، فبحيره بحيره المهم ننزل ميه. فيلا بينا. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. المكان طلع رايق بزياده، ما كنتش متخيل كده. ورايا بقى ايه ناس اللي بتركب المراكب الشراعيه دي. انا اول مره اعرف اصلا ان في جنب برلين حاجه زي كده. المكان تحفه، ده احنا لازم نيجي فعلا من اول اليوم ونقضيه هنا. لا 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 انا لازم اجي هنا، يعني بجد المكان رايق وعجبني قوي. يا اسلام اخيرا لقيتك يا اسطى. بقول لك ايه يا صح، انا بعمل تحدي اسبوع كامل اكل فيجن بس. قشطة. هقدر يا اسطى ولا مش هقدر؟ مش هتقدر وش. لا هقدر والله. ليه مش هتقدر وش؟ احنا هنروح نضرب 2 كيلو لحمه دلوقتي. لا يا عم هنروح ناكل يا عم سوشي يا عم. انا اكل سوشي وانا اكل فيجن. وانت السوشي انا بس هاكله بالسمك. لا انا مالي بقى، انت كل بالسمك عادي انا اكل بالفيجن عادي. خلاص ماشي. انا يا عم هلتزم يا عم لما نشوف يا عم. ماشي. بس بقى يا اسلام تلاقي بحيره زي دي يا اخويا على طول تنزل وتسيبك من اي حاجه، بلا منظر بلا مش منظر. يلا يا عم اسلام ننزل. خلصنا بقى ايه بلبطه ونزلنا الميه. تعالوا بقى نروح نتغدى لان احنا جعانين جدا. تعالى يلا نروح ناكل سوشي. وصلنا خلاص المطعم اللي ورايا ده. تعالوا بقى نخش نطلب لان احنا جعانين جدا، وطبعا زي ما انتم عارفين الميه بتجوع فما صدقنا اصلا ان احنا وصلنا. فيلا بقى ايه نخش نطلب. استقريت على حاجه؟ اسلام انا بالنسبه لي يا حبيبي انا اجيب اكبر حاجه وش. اكبر حاجه؟ ايوه. طلبنا خلاص. طبعا طلبت فيجن يعني ماشي جميل وكل حاجه، بس طبعا السوشي بقى مع حته الساشيمي، حته النجيري، حته السلمون الحلوه كده اللي موجوده فيه حلو. هو ده اللي طلب لوحده عادي، وانا اللي طلبت الفيجن. او بقى ايه نستنى الاكل بقى ايه وناكل. الاكل بدا يجي بقى ايه حاجه بحاجه كده ايه. طبعا دي فيجن
طبعا اسلام كان طالبها، وهو الراجل اصلا قال لنا جوه فيجان، اسلام ما خدش باله، فدي حاجه حلوه ان انا هاكل حاجه من الحاجات اللي موجوده. تعالوا بسم الله وناكل. بسم الله. جواه خضار سخنه قوي، بس طعمها حلو. حلوة سخنه قوي، مع الصوص ماشي. سخنه قوي قوي. مع الصوص كان بس حلو. كل يا صاحبي النجيري، وانا يا صاحبي اكل فيجن يا صاحبي. ماشي ماشي يا عم اسلام، كل يا صاحبي. شوف 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 المنظر عامل ازاي، وانا بقى ايه حاطط لي افوكادو وخيار، وانت ماشي، وانت كل يا صاحبي عادي. ماشي. هي دي عصايه ولا سمكه دي؟ والله ما اعرف، هو حاطط لي خيار وافوكادو. ماشي. مش انت اللي عايز تعمل لي فيها نباتي؟ يلا بقى ناكل. تعالوا بقى ايه ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكله عامل ازاي. ده بقى ايه افوكادو وخيار انسايد اوت. اضحك يا اخويا، اضحك اضحك برضه يطلع طعمه حلو. اضحك اضحك عادي، ماشي اضحك. بصوا شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو. طب دوق. لا دوق والله حلو، والله طعمه حلو. هنا دوق ده، والله فعلا طعمها حلو. شيء ياكل يا عم بايدك، والله طعمها حلو. انا اصلا هاكل دي بايدي. والله طعمها حلو. بس طعم السوشي بصفه عامه جميل. انت عايز تاكل اي حاجه كل بس. لا مش هينفع. دي بقى ايه فرايد افوكادو برضو وخيار برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. للامانه والله طعمه حلو، بس طبعا لما بيبقى بسلمون وتونه طعمه بيبقى احسن. بس ده برضو يعني متقبله عادي خالص يعني. طبعا انا قاعد ابص له فيها حته السلمون اللي هناك دي، انا باصص لك فيها. ولا صاحبي ما يهمكش عادي، ولا اصلا ماشي ماشي يا صاحبي. شويه اسهال وخلاص. ومبسوط بيهم برضو اهو. بص صباح الفل. يوم الحد تاني يوم في التحدي بتاعنا. طبعا صحيت عامل الفطار، ودايما انا متعود فطار يوم الحد ده بيبقى فطار مميز. هو يوم الحد اصلا في المانيا مميز بقى، انت تلاقي الدنيا هاديه قوي، تلاقي بقى لو انت عندك بقى حاجه في البيت عايز تنضفها، عايز تروق. فانا بهتم قوي بفطار يوم الحد ده. بره بقى التحدي في التحدي، انا دايما بحب ان انا يوم الحد ده، وحتى الناس اللي على الانستجرام عارفين ان يوم الحد ده بالنسبه لي الفطار بتاعه لازم انزله. فتعالوا بقى نعمل الفطار بتاعنا. الفطار بقى ايه شويه مشروم، ماشي 3 مشرومات. الفلفل ده هناخد نصه منه، وهنعمل بقى ايه اللي هو السوسيس او السجق الفيجن، هناخد منه حبايتين، وناخد بقى شويه خضار وفاكهه كده معانا، ويبقى كده ده الفطار بتاعنا. ونعمل اخر حاجه القهوه بتاعتنا باللبن الصويا اللي من غير سكر، ونشوف طعمها عامل ازاي. فيلا بقى ايه نسمي الله ونبدا. الفطار بتاعنا خلاص جاهز. ده بصراحه بالنسبه لي الفطار التقليدي، فاوعى تتخيل ان الكميه قليله، انت اصلا جسمك مش محتاج اكتر من كده. فبالنسبه لي احنا بس هندوق سوا اللي هو الغريب بالنسبه لي، اللي انا اصلا ما اكلتوش قبل كده، اللي هو السجق اللي هو فيجن. يعني حاجه كده اللي هو انت مش عارف ايه ده اصلا. لا مش عارف حد بصراحه ايه ده، بس الامانه طعمه مش وحش، يعني طعمه مش وحش. بس هل بقى تجيبه دايما باستمرار؟ لا ما اعتقدش. يعني هو فعلا ما فيهوش طعم. هو التاني كمان اصلا ما فيهوش طعم، يعني هو اصلا اللي احنا بنجيبه من بره مصنع برضه وما فيهوش طعم اللحمه الواو. بس ده يعني مش حاسس ان هو في مشكله. اللهم الا حسيت وانا بعمله ان هو مزيت شويه، ان هو في ماده دهنيه زياده شويه. بس بشكل عام طعمه يعني طعمه يتاكل يعني. نيجي بقى ايه للقهوه، طبعا بالصويا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو طعمه مش احسن حاجه ماشي، بس مش وحشه برضو. بس طعم اللبن اللي هو الطبيعي البقري بتاعنا فيه طعم دسامه كده في الاخر، بيدي القهوه طعم احسن من دي بكتير. يعني دي تحس ان انت بتشربها بميه اصلا مش لبن.
هل تشربها ولا لا، او هل هتتعود عليها ولا لا، ده اللي هنعرفه. بس انا بالنسبه لي ممكن اشربها عادي، يعني ما احسش ان هو، يعني اوقات اصلا بشرب القهوه من غير لبن، بس طعم زي ما قلت اللبن التاني الطبيعي اللي ربنا عمله طعمه احسن مليون مره من الطعم. اصلا انا مش حاسس ان هو فيه طعم حاجه اصلا. النهارده يوم الاثنين تالت يوم في التحدي بتاعنا، وبما ان النهارده عندي شغل فانا ما فطرتش كويس خالص، فقررت النهارده ان احنا لازم نعمل غدا كويس. فقررت ان احنا نعمل النهارده البرجر الفيجن، وعشان في كام حاجه ناقصانا فهنخش دلوقتي ايديكا اللي ورايا نشتري كام حاجه، واهم حاجه ناقصانا العيش، لاني ما عنديش عيش ينفع اصلا، وما اعرفش اصلا في حاجه اسمها عيش فيجن ولا لا ينفع للتحدي اللي احنا بنعمله. تعالوا نخش ايديكا نشوف كام حاجه كده ناقصانا ونشوف العيش هل هنلاقي ولا لا. فيلا بينا. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh. Hier finden Sie nicht nur komplette Beratung. اول مره اعرف ان في عيش فيجن اصلا، يعني دي بالنسبه لي معلومه جديده. ما اعرفش بقى معمول بدقيق ايه ولا معمول من غير زبده ولبن ولا اي حاجه، بس هو فيجن لقيناه. 3,32 €. روحت البيت وجهزت كل حاجه، قطعت بقى البصل والطماطم والفلفل وجهزت العيش عشان بقى ايه نعمل بسرعه كده. فتعالوا ايه نسمي الله كده ونعمل بسرعه عشان انا فعلا جعان جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه زيت زيتون بس هنتوصل المره دي، لان طبعا انا ما اعرفش البتاع ده فيه فات ولا لا، فيه حاجه ماده دهنيه ولا لا، فهنتوصل بالزيت شويه. تعالوا بقى ايه نسمي الله وندوق. انا عملت واحد سبايسي اللي حطيت عليه هالوبينو وحطيت عليه الصوص برضو سبايسي، وعملت واحد تاني عادي، ده مفروض العادي ايوه، وده السبايسي. تعالوا بس ايه نجرب العادي نشوف بقى ايه طعم اللحمه نفسها اصلا اللي هي المفروض شبه اللحمه عامله ازاي عشان نستطعم، وبعد كده ايه نخش في السبايسي، لان ايه انا حاسس ان السبايسي اصلا هيبقى احسن. بس تعالوا ايه نسمي الله وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلصت نصه عشان استطعم اصلا طعم البرجر نفسه حلو، بس انا مش مستطعم اي حاجه قريبه من اللحمه بصراحه. يعني انا اكلته بره كان اقرب كتير للحمه. ما اعرفش هل هم بيحطوه على نفس الجريل فبيبقى مثلا اللي معمول ده شارب من الدهن اللي على الجريل ولا لا، لان ده انا سمعته، ولا بيعملوها بطريقه تانية. بس ما اعتقدش ان هو في طريقه تانية، اعتقد هو اقرب حاجه ليها اول مره، اول حاجه اللي انا قلتها اللي هي ان هم بيحطوه على الجريل فبيشرب من الدهنه اللي موجوده. لكن انا حاسس ان الساندوتش نفسه طعمه حلو وممكن اجيبه تاني عادي، بس مش طعم لحمه اي ولا طعم لاي حاجه، كانك بتاكل صويا فاصوليا اي حاجه من الحاجات دي. اما لحمه مفيش، بس فيها بصراحه عضه اللحمه شويه عشان الامانه. يعني السبايسي اروق بكتير. تعالوا بقى ايه نسمي الله وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي بقى خلاصه تجربه البرجر، انا شايف لو انت هتعمل برجر فيجن جرب ان انت تعمله سبايسي، ما تعملوش عادي. بالنسبه لي كان احسن بكتير. ده بالنسبه لنا النهارده كان اكل اليوم الثالث، واشوفكم ان شاء الله في اكل اليوم الرابع بكره. وانا بص انا مش متضايق قوي من فكره الفيجن ده، بس قاعد اركز بقى ايه، لا انت ما ينفعش تاكل ده، انت ما ينفعش تشرب من هنا، انت دي ما ينفعش تاكلها. انا اعتقد لو الموضوع بقى اسلوب حياه الموضوع هيبقى الطف بكتير. خلينا برضو نشوف، لسه معانا 4 ايام ونشوف هنعمل ايه بكره لحد اخر يوم في يوم التحدي بتاعنا. النهارده يوم الثلاث رابع يوم في التحدي بتاعنا، ودخلنا على طول في الغدا. وقررت النهارده ان احنا هنعمل حاجتين، هنعمل اللي هي لايك ميت اللي هي زي اللحمه، وهنعمل كمان جنبها واحده من اللي هي البانيه اللي هو زي البانيه بتاعنا العادي خالص. هنجرب نعمل الاثنين مع بعض بما اني اصلا ما باكلش كارب كل فين وفين يعني، فقررت ان احنا نعمل الاثنين مع بعض ونجربهم. قطعت بقى كل حاجه دي هعملها مع الفلفل وبصل، والتانية دي هنعملها عادية خالص. فيلا بقى ايه نخش في الشغل السريع. انا قطعت كل حاجة، تعالوا بقى ايه نحضرها.
ريحتها وهي بتطبخ ريحة لحمة عادي خالص، يعني ريحة لحمة محطوط عليها صويا صوص او محطوط عليها صلصة. فدي غريبة بالنسبة لي، ان الريحة فعلا كأني طابخ او اقرب ان انا طابخ اللي هي الدبوسة بتاعت الفرخة. انا دي معرفش شكل اللحمة نفسها، انا حتى بقول عليها لحمة من كتر ما هي شكل لحمة. شكلها مدي على اللي هو اللحمه بتاعت الورك نفسه. فانا مش عارف هم عاملينها ازاي، وقعدت اقرا البتاع من ورا هم عاملينها ازاي، او دي اصلا طالعه كده ازاي، نفس كاني اصلا ماسك لحمه في ايدي. فتعالوا نسمي الله وندوق ونشوف ايه الدنيا. بص شكلها عامل ازاي، يعني هي دي شكلها. فبسم الله الرحمن الرحيم. انا دوقتها لحد دلوقتي 3 مرات عشان انا مش مصدق، كاني زي ما وصفت بالظبط انا باكل ورك فرخه مخلي، اللي هو الدبوس، الحته بتاعت الدبوسه اللي فوق دي هي نفس طعم اللحمه بتاعها، بس قاسيه شويه وانت بتاكلها. بس والله شبه اللحمه الورك بتاع الفرخه بالظبط، نفس الطعم. يعني حتى انا تخيلت ان هي مثلا لحمه مخلقه مصنعه، بس لا، دي معموله بحاجه تانية خالص. انا ما اعرفش ازاي، انا شفت لها قبل كده فيديو بتتعمل بعجينه، بس جايبين نفس عضه الورك بتاع الفرخه بس قاسيه اقوى منها شويه، بس الطعم قريب جدا. يعني لو مش انا اللي طبخها كنت اقول في حد جايب فراخ مخليه وعاملها بس قاسيه شويه. يعني انا فعلا والله ممكن اشتغل حد من اصحابي واعزمه على البتاع دي واقول له انا عازمك على فراخ. بص شكلها عامل ازاي، والله فراخ بجد. تعالوا بقى ايه، نسمي الله وندوق البانيه. حتى انا من كتر ما انا متلخبط بقول بانيه عادي كانه هو فعلا بانيه. انا تقريبا يعني قسيت عليه شويه في التحمير، بس لا يعني هو شكله حلو. بصوا عامل ازاي من جوه، نفس البانيه العادي، يعني مفيش حاجه مختلفه، نفس البانيه نفس الشكل من جوه، نفس التحمير من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نفس البانيه عادي خالص. والله برضو نفس طعم البانيه العادي. يعني انا فعلا والله لو انا فعلا مش عارف اللي انا عامل ده فيجن كنت قلت اصلا عادي خالص. انا مبسوط بالطبق ده، مبسوط بغدا النهارده. يعني ده عادي خالص، يعني كانك بتاكل فعلا اكل عادي. اللي هي لايك ميت دي انت ممكن تستغربها شويه، يعني انت ممكن تحس ان هي غريبه. البانيه مستحيل، البانيه مستحيل تفرقه. يعني حتى بص شكله من جوه بانيه، نفس تتفيله الصدر بتاع الفراخ، نفس الشكل من جوه. انا يمكن بس قسيت عليها شويه في التحمير، بس لا نفس البانيه العادي. ده غدا اليوم الرابع. عايز اقول لكم لحد دلوقتي مش حاسس ان الموضوع بالنسبه لي صعب الا في حته الفطار، لان ببقى الصبح شغال، فبالنسبه لي بيبقى صعب شويه الاقي ان انا في حاجه ممكن اكلها فيجن 100%، لان انا عايز التزم بالتحدي. بص ما غلطش في اي حاجه. اعتقد لو حد ده سيستم حياته هيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل، هيبقى واخد مثلا اكل معاه، هيبقى عارف هو بيشتري ايه، يعني الموضوع هيجي بالوقت. التغيرات اللي انا حاسسها لحد دلوقتي في نقطه ان انا بحس ان انا وانا من نهايه اليوم وانا خلاص خلصت الاكل اللي المفروض اكله، مش حاسس ان انا تقيل، حاسس ان انا خفيف، خصوصا مع النوم. مش حاسس ان الاكل كابس على نفسي، ولا حاسس ان هو مثلا ايه الاكل كان تقيل. حاسس ان الاكل لحد دلوقتي خفيف، مؤثر على النوم، ان انا بنام نوعا ما احسن واسرع. خلينا نشوف الايام الجايه هيحصل فيها ايه، ولسه معانا 3 ايام هنشوف هيحصل فيهم ايه. النهارده يوم السبت، يبقى كده فات اسبوع كامل على التحدي بتاعنا. النهارده 22/7 وكده التحدي بتاعنا خلص، واقدر ارجع اكل تاني اللي انا عايزه. بس تعالى نكتشف الاول الحقيقه، يا ترى احنا خسينا في خلال الاسبوع اللي فات ده ولا لا. 43/50 والله حلو. وبكده التحدي بتاعنا خلص النهارده، اسبوع كامل من غير اي منتج حيواني. والقهوه دي قهوه بحليب فيجن، اخر قهوه اشربها بحليب فيجن، ومن بكره هرجع اشرب القهوه بالحليب الطبيعي اللي ربنا خلقه. اي نعم انا عملت الفيديو ده مش عشان افكار الفيجن ولا عشان ان انا اخس وزن. اي نعم في اسبوع كامل خسيت كيلو و400 جرام، وده يعتبر رقم كبير ان انت تخس الرقم ده في فتره قليله وانت ما بتقللش كميه الاكل اللي انت بتاكلها. الفكره كلها ان انا غيرت النظام الغذائي بتاعي، وده كان هدف الفيديو بتاعي، ان انا احاول من وقت للتاني ابص على الاكل اللي انا باكله ده
هل صحي ولا لا، هل مفيد لجسمي ولا لا. لان انا اكتشفت ان انا مش بس واحد بيحب الاكل والطبخ وبحب ان انا اكل من بره، لا انا بحب الفاست فود جدا، وده حاجه مش صح خالص. لازم ابص لجسمي من وقت للتاني، الاكل اللي انا باكله ده مفيد ليا ولا لا. وده كان هدف بتاع الفيديو النهارده، ان انت تحاول برضو تبص على الاكل اللي انت بتاكله، هل الاكل ده مفيد ليا، بيفيد جسمي ولا لا. اي نعم هنرجع ناكل فاست فود تاني، وانا شايف ان هو الموضوع صعب ان انت تمنع الفاست فود نهائي، لكن من وقت للتاني لازم نعرف الاكل اللي بناكله ده مفيد لينا ولا لا. وده كان هدف الفيديو بتاع النهارده. اهم حاجه بقى تقول لي دلوقتي في الكومنتات، عشان الموضوع والله ما كانش سهل نهائي. الموضوع ما كانش سهل ان انا امنع مره واحده اي لحمه اي فراخ، كان الموضوع بالنسبه لي برضو صعب. فعايزك تقول لي بقى، هل انت ممكن تعمل حاجه زي كده؟ هل ممكن تمنع المنتجات الحيوانيه كلها؟ هل ممكن تمنع الفاست فود ولا لا؟ انا من رايي ان انا مش هعرف امنع الفاست فود نهائي. قول لي انت برضو رايك في الكومنتات، ممكن تمنع الفاست فود نهائي ولا لا؟ ده فيديو النهارده، واشوفكم في فيديوهات جديده. سلام.